حاجات محتاجين نفهمها عن الثانوية العامة. أهلا بيك يا حبيب أخوك في فيديو جديد من قناة إسلام فرج الله. إحنا غيرنا اسمها لأن الاسم الأول ده ما كانش عاجبني بصراحة، فخلينا اسمها إسلام فرج الله عادي اللي هو اسم يعني. تمام، القناة اللي إحنا بننزل عليها فيديو كل يوم تلات، فحاول تكون عامل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك أي فيديو إحنا بننزله. بس كده، يلا بينا بقى نبدأ الكلام. طيب، أهم سؤال بس لازم نسأله في الأول: هل الثانوية العامة صعبة دراسيا؟ دراسيا لأ. ليه؟ لأن حرفيا المواد اللي عليك لا شيء بالنسبة لمواد الكلية. يعني أنا مثلا كنت باخد في الكلية 12 مادة، 12 مادة دول كان منهم 10 بالإنجليزي واتنين، واحدة بالعربي وواحدة فرنساوي. تمام؟ فكمادة أو كمواد علمية الثانوية العامة بالنسبة للكليات لا شيء. طيب، إيه بقى اللي مخلي الثانوية العامة صعبة؟ هو الضغط اللي محطوط عليك سواء من الأهل أو من المدرسين أو من ابن خالتك اللي جاب مجموع كبير. طيب، أنت بقى إزاي تتعامل مع الموضوع ده؟ اعمل اللي عليك بس، اعمل اللي عليك وبس، ما تستناش أي حاجة تانية من أي حد، ما تستناش أي حاجة تانية من أي حد، بمعنى أي حد. ومعلش في الكلمة، مش عارف أجيبها لك إزاي. مفيش حد هيكون جنبك في السنة دي بعد ربنا غير أهلك. أنا عارف إن أنتوا هتزعلوا من بعض، وعارف إن أنتوا هتتخانقوا، وعارف إن أنتوا هتشدوا مع بعض، وعارف إن أنتوا هتقعدوا بالأيام ما تكلموش بعض، لا أنت تكلم أهلك ولا أهلك يكلموك. بس أقسم بالله ما حد هيفيدك ولا حد هيكون جنبك في السنة دي بعد ربنا غير أهلك. وعايزك تتفرج على البودكاست اللي أنا سايبه لك تحت ده. تمام، ده هجيب لك فيه أو أنا جايب لك فيه كل اللي حصل معايا في الثانوية العامة، وإزاي جبت 75%. حرفيا أنا جبت 75% في أيام لما كان اللي هو المجموعات القديمة، اللي هو الناس كانت بتجيب 99 و100%، والطب كان من 99 والكلام ده كله، لأن أنا خريج 2020 اللي هي آخر سنة قبل النظام الجديد. تمام، فإزاي جبت 75% في السنة دي ودخلت كلية أنا مش حاببها أصلا، بس حاليا زي ما أنت شايف الحمد لله الدنيا ماشية تمام، وتعينت في مكان كويس، وجالي فرصة إن أنا أتعين معيد أصلا في الكلية اللي أنا كنت فيها، وانا اللي رفضت وانا اللي قلت لا او ما روحتش اصلا. تمام، المهم انا عايزك بس تخش على اللي هو الفيديو اللي انا سايبه لك او البودكاست اللي انا حاطط لك اللينك بتاعه في اول تعليق، اتفرج عليه وبس، وحاول تطبق الحاجات اللي انا هقولها لك، اللي هم شوية الحاجات اللي جايين دول. يلا بينا نبدأ. أنا بقى صاحب النهاردة جاي أقول لك على شوية حاجات ممكن تساعدك السنة دي وتخليك متفوق وما تضيعش السنة دي من إيدك، وتحاول تطلع منها بأكبر استفادة ممكن. أول حاجة هو إن أنت تحاول تظبط نومك وتصحى بدري، ويا سلام مثلا لو تصحى على الفجر، وده هيخليك منتج أكتر، لأن أنت لما تنام بالليل وتصحى الفجر فده معناه إن دماغك هتفرز هرمونات معينة في الوقت اللي أنت نايم فيه ده. تمام. طيب، هل شرط إن أنا عشان دماغي تفرز الهرمونات دي لازم أكون نايم بالليل؟ لازم هتكون نايم بالليل. ده غير كمان إن الصحيان الفجر هيديك مساحة كبيرة من الوقت، لأن نفترض إن أنت أخدت من الفجر لحد الظهر مذاكرة، وبعدين من الظهر لحد العصر مثلا نوم، وبعد العصر تبدأ مذاكرة تانية، فأنت كده يا صاحبي حرفيا كأنك ضربت اليوم بتاعك في اتنين. افتكر دايما كلام ربنا لما قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. فحاول ما تلخبطش نومك، لان ده هيفرق معاك قوي من الناحيه النفسيه وكمان من الناحيه الذهنيه، ده غير طبعا ان هو هيفرق معاك من الناحيه الجسديه. تاني حاجه وهي الدروس الاونلاين. بص يا حبيب اخوك، الدروس الاونلاين مفيده بس عمرها ما هتنفع لوحدها نهائي. ليه بقى؟ لان انت هيجي عليك وقت وقوتك هتضعف وهتكون مش قادر تكمل اصلا. مهما كانت قوتك دي ومهما كان حماسك اللي انت بدأت بيه السنه، فانت في الفتره اللي انت هتقع فيها لازم يكون معاك مدرس. ليه بقى لازم يكون معاك مدرس؟ لان هو هيحاول يلزمك اكتر، وعشان كمان يحاول يخلي ان العزيمه بتاعتك ما تقلش، ولازم كمان يكون في يوم او يومين فاضيين من الدروس. بمعنى انك تخلي الدروس بتاعتك كلها مثلا في 5 ايام، واليومين الباقيين دول يكون فاضيين خالص عشان تقدر تراجع فيهم اللي انت اخدته طول الاسبوع اللي فات، لو كان في حاجه وقع منك لا قدر الله. تالت حاجه، اختيارك للمدرسين اللي انت هتشتغل معاهم. بص، دي أهم نقطة في الموضوع كله. اختيارك للمدرسين ده هيتحدد عليه حاجات كتيرة جدا. ليه بقى؟ لأن المدرس ده صاحبي هيقعد معاك 11 شهر كاملين، فلازم تختار المدرس الملتزم معاك واللي بيحل معاك أكبر قدر من الأسئلة. وزي ما قلت لك قبل كده، إن أي طالب في ثانوية عامة هيجي عليه وقت ونفسيته هتضعف ويبقى مش قادر يواصل أصلا. وكمان ما تسألش ولا تاخد رأي حد،
روح وجرب، لأن مش شرط المدرس اللي نفع معاك ينفع مع غيرك، أو المدرس اللي نفع مع غيرك ينفع معاك. إحنا لسه في أول السنة، فعايزين يعني إيه نختار مدرسين كويسين نكمل معاهم وما نقعدش نغير كل شوية. وأهم حاجة في النقطة دي، ما تروحش تاخد عند مدرس مشهور لمجرد إن هو مشهور. لازم المدرس اللي أنت بتاخد معاه تكون مستريح معاه، وهو نفسه يكون ملتزم معاك. رابع حاجة، الصحبة بتاعتك حبيب أخوك لازم تنقيها كويس أوي 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 أوي، لأن زي ما بيقولوا الصاحب يعني ساحب. فبجد يعني لو كانت الصحبة بتاعتك كويسة فهم هيحاولوا يشدوك للحتة الكويسة اللي هم فيها. تمام. على العكس بقى، لما يكون انت مثلا مجتهد وبتذاكر بس صاحبك عنده يعني شوية أفكار كده سلبية عن المذاكرة وعن الثانوية ومش مدي أي أهمية للسنة دي أصلا نهائيا، فأنت واحدة واحدة هتلاقي نفسك رايح معاه للحتة اللي هو فيها دي. افتكر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام هو ان انت تختار صحابك كويس قوي، لان الشخص ده هيطبع عليك تصرفاته وكل حاجة هو بيعملها. طب هيطلع بقى واحد دلوقتي ويقول لي: طب ما انا اللي ممكن اخليه شاطر واخليه هو كويس. بص، انت معاك حق، بس ده قليل أوي إن هو يحصل. ليه بقى؟ لأن النفس البشرية أصلا بطبيعتها بتحب الدلع وبتحب الأنتخة وبتحب إن هي تكون مفضية دماغها. فأنت يعني ما تقولش إن أنت اللي هتأثر عليه، أنت اللي هتتأثر بيه لما يقولك ما نروحش الدرس النهاردة ونروح نلعب كورة أو نروح نلعب بلاي ستيشن. فحاول تنقي صحابك من الأول يا حبيب أخوك عشان يعني ما نضيعش السنة على الفاضي. خامس حاجة، خد بالك من الفون اللي في ايدك ده كويس أوي أوي أوي، لأن الفون ده هو أكتر حاجة مأثرة علينا حاليا في الوقت الحالي، ومأثرة عليا أنا شخصيا برغم إن أنا اتخرجت. بس هو أكتر شيء بيسرقنا من نفسنا، لأن هو بيخلينا مش مركزين ومش فايقين أصلا. يعني لا أنت صاحي بنسبة 100% ولا أنت نايم بنسبة 100%. فلازم تسيطر على الفون بتاعك وتكون أنت اللي بتستخدمه، تكون أنت اللي بتستخدمه مش هو اللي بيستخدمك. وعلى فكرة يعني هتلاقي فيديوهات كتير قوي عن الموضوع ده، وإزاي تخلي الفون هو مجرد آلة موجودة في حياتك، وتكون كمان أنت اللي بتستخدمه مش العكس. الحاجة رقم 6، ما تحاولش تهرب من المسؤولية اللي عليك. بص، انت الفترة دي عندك أولويات، هي ايه؟ اللي هم المذاكرة والدروس. فانت بقى ما تروحش ترميهم كده على جنب وتقول ايه: انا هروح اتعلم برمجة، او هروح اتعلم مونتاج، او لا 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 انا لازم انمي اللغة بتاعتي ولازم اتعلم لغة كمان جديدة عليها. بص، انا معاك ان كل الحاجات دي مفيدة، بس ده مش وقتها يا حبيب اخوك. الاولوية بالنسبة لك دلوقتي في السنة دي هي المذاكرة. فانت اعمل اللي عليك الاول، وبعد كده ابدأ الحاجات التانية دي اعملها في اي وقت تاني براحتك، بس طبعا بعد ما تخلص اللي عليك. حاجة رقم 7، حاول تكتب اليوميات بتاعتك، وتحاول تكتب كمان الحاجات الحلوة والوحشة. أنا عارف إن هي شيء غريب، بس أنا يعني تعالى واحدة واحدة كده. اليوميات دي واحدة من أهم الحاجات اللي بتفيدنا وبتخلينا مستمرين. تكتب الحاجات الوحشة قبل الحلوة. طيب هتيجي تقول لي: أنا عارف إن أنا هكتب الحاجات الحلوة عشان مثلا أكون فخور بيها بعدين وتديني دفعة لقدام وكل الكلام الحلو ده، إنما الحاجات الوحشة هكتبها ليه أصلا؟ أنا عايزك أصلا تكتب الحاجات الوحشة دي، وكمان تكتب شعورك ساعتها كان إيه، مش تكتبها بس. لأن أنت لما تكتبها هي هتفضل في دماغك، وهتفضل فاكر كل ما تيجي تعمل شيء معين، يعني شيء معين وحش، هتفتكر شعورك ساعتها كان ايه وتحاول ما تعملهاش تاني اصلا، وتمنع نفسك من الحاجة دي. انما لو ما كتبتهاش بقى يا حبيب اخوك، فانت في الغالب هتنسى اصلا انك عملت الحاجة دي وهتكررها تاني. فانت حاول تكتب الوحش قبل الحلو، وتكتب شعورك ساعتها كان ايه وكنت حاسس بايه ساعتها. رقم 8، بلاش تبدأ بحماس. واحدة من أهم الحاجات اللي إحنا بنعملها وإحنا في ثانوية عامة إن إحنا بنبدأ بحماس جامد أوي، وإن أنا تنين وهتغدغ الدنيا. بس شهر في التاني في التالت بتلاقي نفسك حبيب أخوك اتحولت وبقيت زي الكتكوت المبلول ومش قادر تكمل. ليه بقى؟ لأن أنت أخدت الدنيا بحماس. فحاول تبدأ هادي وتعلى برتم المذاكرة واحدة واحدة لحد ما توصل للمستوى اللي مطلوب منك، واللي تكون كمان قادر من خلاله إنك تخلص كل اللي وراك. وحاول تعتبر إن مستوى الحماس ده عامل زي السلم، وعشان توصل لأعلى حاجة في السلم ما ينفعش تنط السلم كله مرة واحدة، لا حاول تاخد الموضوع بالراحة وواحدة واحدة. احنا لسه قدامنا السنة طويلة، فأنا مش عايزك تبدأ بحماس عشان ما تزهقش بدري. طيب الحاجة رقم 9، وهي إن أنت تقسم جلسات المذاكرة بتاعتك. مفيش إنسان طبيعي بيفضل مركز على حاجة واحدة فترة طويلة، بل إن كمان في دراسات اتعملت بتقول إن الإنسان الطبيعي اللي هو من سن 16 لحد 22 سنة بيقدر إن هو يوصل لقمة تركيزه في حوالي 40 دقيقة، وبعد كده التركيز بيبدأ يقل تدريجيا واحدة واحدة. فأنت حاول تعمل يعني إيه،
تحاول تظبطها، اللي هو تعمل جلسات المذاكرة بتاعتك دي حوالي 50 دقيقة مثلا مذاكرة و10 دقايق راحة. يعني من الآخر هتنجز ساعتها أسرع وهتكون مركز أحسن. وحاجة كده للناس اللي هم المحنكين، بلاش تقنية اللي هي البرومودورو اللي هي 25 دقيقة مذاكرة وخمس دقايق راحة. لأن أنت في التقنية دي أول ما بتوصل أو أول ما بتلاقي تركيزك بيعلى بتلاقي المنبه رن، لأن 25 دقيقة دي فترة قصيرة أصلا ما بتلحقش تكون وصلت حتى لقمة تركيزك. فحاول تركن حتة اللي هي ال25 دقيقة دي على جنب وحاول تخليهم 50 دقيقة، وهتشوف الفرق ما بين الاتنين. يعني حاول تجرب دي وتجرب دي وهتعرف الفرق ما بين الاتنين. الحاجة رقم 10، حاول تظبط بيئة المذاكرة بتاعتك. بص، من الحاجات اللي أنا بحبها في الشعب المصري يعني اهتمامه كبير قوي بطالب الثانوية العامة. يعني بص، هما بيعاملوه كأنه في فندق 5 نجوم أقسم بالله، وحرفيا كل طلباته بتبقى مجابة. فحاول أنت تستغل النقطة دي لصالحك وتقول لهم إن هما يهدوا صوتهم شوية وهما في البيت، وبعد كده حضرتك زي الباشا تروح لمكتبك تحضر كتبك اللي أنت محتاجها بس. وما تنساش طبعا المية بتاعتك عشان مش كل شوية تقوم تشرب. تمام. وكمان يعني حاجة كده على جنب، المية بتساعدك إن أنت تركز أصلا في المذاكرة. فملخص النقطة دي يا حبيب أخوك هو إن تظبيط مكان المذاكرة أهم من المذاكرة نفسها. الحاجة رقم 11، ما تروحش تسأل حد أنت كنت بتذاكر إزاي. السؤال ده من أكتر الأسئلة اللي بتضايقني لما حد بيسألها لي. بص يا حبيب أخوك، أنا كسلان طريقة مذاكرتي بتختلف عن طريقة مذاكرة أحمد، بتختلف عن طريقة مذاكرة ندى، مع إن كلنا شاطرين وكلنا في نفس الزون بتاع الثانوية العامة. تمام. بس كل واحد فينا ليه طريقته اللي بتريحه واللي بيقدر يفهم منها أفضل. يعني هتلاقي واحد فينا بيحب يذاكر ورقة وقلم، والتاني بيحفظ، التالت بيذاكر وهو قاعد، الرابع بيذاكر وهو بيتمشى في الأوضة. بالمناسبة أنا كنت بذاكر وأنا بتمشى في الأوضة عشان يعني أفضل مركز. من الآخر يعني كل الكلام ده كل واحد ليه طريقة بتريحه. فأنت لسه في أول السنة، جرب كل الطرق والطريقة اللي تريحك وتظبط معاك وتقدر إن أنت تستفيد منها أكبر استفادة كمل بيها لآخر السنة. الحاجة رقم 12، حاول تاخد استراحة كل أسبوع. طبعا أنا عارف إن أنت ممكن دلوقتي تقفل الفيديو وتقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا عم، أنا في ثانوية يا عم آخد راحتي. بص تعالى أفهمك واحدة واحدة. أنت لو عندك مثلا عربية بي إم دبليو اللي هي موديل السنة، تمام، وفضلت دايس عليها يعني إيه مشاوير وخروجات وما عملتش ليها أي صيانة ولا بتهتم بيها أصلا، فأنت هتيجي مرة واحدة تلاقيها عطلت منك. تمام. فأنت عشان تصلحها تكلفك وقت ومجهود وفلوس أكتر أصلا من الوقت اللي كنت هتاخده عشان تريحها فيه. فأنت تعامل مع عقلك على إن هو آلة، حاول تعمل له صيانة كل أسبوع وافصله عن جو المذاكرة وجو الدروس ده خالص. اخرج مع أصحابك شوية، روح العب كورة، اتمشى. المهم إن هو يعني يكون في يوم في الأسبوع كده بعيد فيه عن المذاكرة خالص، عشان لما ترجع للمذاكرة تاني مذاكرة عشان لما ترجع للمذاكرة تاني تكون جاهز ليها ومستعد، عشان برضه ما تزهقش من كتر الدروس والضغط اللي عليك. حاجة رقم 13، عادي إنك تقع وتحبط وتكسل، كلنا بشر، كلنا بلا استثناء بيجي علينا وقت ونقع فيه ونكون مش قادرين نكمل. ولكن الشخص الذكي فينا هو اللي يقدر يقوم تاني على رجله ويحاول يشوف هو وقع ليه أصلا. الطبيعي يا حبيب أخوك هو إن أنت تقع، وكده كده هتقع، عشان بس إيه يعني إيه ما نطولش في الحتة دي. والطبيعي برضو انك تكسل وتكون مش قادر تكمل، بس اللي مش طبيعي هو ان انت تفضل في مكانك زي ما انت من غير ما تحاول تقف تاني على رجلك. عايزك يعني مثلا ايه تفتكر معايا الطفل اللي هو اللي بيتعلم المشي، لو كان يعني لما وقع في اول مرة وما قامش تاني فهو عمره ما كان هيمشي اصلا. فحاول لما تقع ما تاخدش الموضوع على اعصابك وتقول بقى ايه زي ما تيجي تيجي ويعني ايه اللي هيجيبه ربنا حلو وخلاص. لا، لازم تقوم وتكمل عشان كل اللي عملته ما يروحش على الارض. الحاجة رقم 14 ودي أهم نقطة، نتيجة السعي وتوفيق ربنا. التوفيق بتاع ربنا هيجيلك لما تكون قريب منه. طيب هيطلع واحد دلوقتي ويقول لي هو أنت جاي تفتكر ربنا في الوقت ده بس؟ يا عم ما تفتكر ربنا في طول حياتك. بص، أنا عايز أسألك سؤال، إيه المشكلة يا حبيب أخوك لما أنا أفتكر ربنا دلوقتي؟ ما هو الطبيعي إن أنا أفتكر ربنا وألجأ ليه في محنتي، والطبيعي برضو إن أنا عشان أنجح في حاجة فلازم أطلبها من ربنا. أصل مش حاجة أطلب منك أنت إن يعني إن أنت تنجحني أو إن أنت تخليني متفوق، لا. الشيطان هتلاقيه بيحاول يملى دماغك بالكلام ده كله عشان يخليك تبعد عن ربنا وعن الطريق اللي أنت كنت فيه ومكمل فيه. وحط في دماغك برضو يعني عشان بس تبقى فاهم ان توفيق ربنا مش هيجي غير بالسعي. ما تقولش انا مستني توفيق ربنا وانت قاعد ما بتعملش حاجه، لا، انت لازم تعمل اللي عليك وتسيب التوفيق والنتيجه بتاعت ربنا بس. وافتكر دايما افتكر دايما ان ربنا قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بس خلص الموضوع. وبرضه افتكر دايما ان ربنا قال وان سعيه سوف يرى. بس كده يا سيدي. دي كانت كل حاجه عن الثانويه العامه.
يعني أتمنى إن أنت تكون استفدت بأي حاجة من الكلام اللي قلناه ده، وما تنساش بقى طبعا إن في كل 3 فيديو جديد هنا على القناة، فاعمل سبسكرايب لو ما كنتش عامل، واستناني التلات الجاي. عايزين نوصل ل10,000 قبل نهاية السنة إن شاء الله. سلام.